السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك معاك حكم نفقة وعاوزة تنفذوا حكم النفقة دهوت عن طريق بنك نصر. البنك لما بتروحيه بيبقى محتاج شوية أوراق، شوية الأوراق دهوت هقول له لحضرتك عليهم، بس تابعينا بعد الفاصل. مع حضرتك نفقة صغار أو نفقة زوجية وعايزة تنفذها عن طريق البنك بيطلب منك شوية أوراق. الأوراق ديت عبارة عن لازم يكون معاكي طبعا الصيغة التنفيذية بتاعة الحكم اللي أنت أخدتيه، وطبعا 4 صور منه الأصل و4 صور. تاني حاجة لازم يكون معاه عاملة إعلان للحكم دهوت عن طريق المحضرين، وبتجيب شهادة اسمها شهادة إتمام الإعلان ديت من المحضرين اللي تابع لها الحكم. تالت حاجة حضرتك بتجيبيها وهي شهادة بعدم حصول استئناف في الحكم دوت، يعني ما يكونش تم فيه استئناف. رابع حاجة لازم يكون معاكي صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق. خامس حاجة لازم يكون معاكي شهادات ميلاد الأولاد، صور طبعا منها، ده في حالة لو أنت بتقدمي على نفقة صغار لأولادك. سادس حاجة لازم يكون مع حضرتك حاجة اسمها تحري. التحري دوت البنك بيديك جواب بتروحي بيه للقسم أو لمباحث بيعملوا لك تحري عن زوجها اللي هو موجود ولا مش موجود. سابع حاجة انت بتعملي حاجه اسمها توكيل باسم رئيس بنك او مدير البنك بتاع بنك ناصر الاجتماعي، اسمه توكيل تنفيذ عشان هو يتولى التنفيذ بعد كده. اخيرا كل الاوراق دهيت خلصتيها وقدمتها، طبعا بتبقى الاصول معاكي وصور منها. بعد كده البنك بيقول لك تعالي كمان شهر او تعالي كمان 40 يوم ابداي اصرفي النفقه بتاعتك. خدي بالك كويس جدا ان النفقه بتاع بنك ناصر او المبلغ اللي بيطلعه بنك ناصر في النفقات هو 500 جنيه فقط لا غير، وما بيزيدش عن كده. طب تعملي ايه بعد كده في موضوع باقي المبالغ المستحقه؟ بتروحي حضرتك بترفعي بقى دعوى حبس قدام محكمه الاسره. خلصت المعلومه بتاعتنا، ورب تكون كانت مفيده، ولو مفيده شيروا اللايف على اوسع نطاق يا جماعه عشان الكل يستفيد.